أصعب إحساس اللي أنا أحسه إن أنا عاجز، إن أنا على طول أنا مش جاهز، إن في حاجات ياما ناقصاني، وإن أنا كل ما بابدأ مرة باسرح وأرجع نفس مكاني، بس أنا مليت أو استكفيت؟ لأ طبعًا، ده أنا هافضل أحاول، هافضل أجرب، أيوه أنا هاهرب من أي كلام ملهوش لازمة، إن شاء الله مش راح أسلم وسط الأزمة، إن شاء الله هاوصل بكرة، حتى لو كانت لسه مجرد فكرة، بكرة الفكرة هتطرح أفكار. وهعدي الصعب إن كان في النار. أيوة أنا عارف كله بيختار، محدش فيها مجبور يعني. الدنيا واسعة وهتسعني، إيه يعني لما أبقى أنا ناجح؟ الناجح أحسن مني في إيه؟ الناجح أحسن مني في إيه؟ ليه أنا مقواش وأقدر أعديه؟ ليه أنا مسعاش أكتر وأكتر؟ أنا عندي دماغ بعرف أفكر. ربي خلقني في أحسن حالة، إنسان يبني، إنسان يصنع، إنسان تاني يأدي رسالة. أيوة أنا قادر أغير نفسي واعمل من نفسي اللي في نفسي. مش راح اسلم لليأس وللإحباط تاني، هخرج مش هرجع لمكاني، مش هدي الفرصة لأحزاني تكسر جوايا أنا أي طموح. أنا رايح مع حلمي وجاهز، رايح وياه أنا فين ما يروح. سيبك من كلمة يأس يا بيه، شوف حلمك اوعى تفرط فيه. العاجز بس اللي يسلم، العاجز بس اللي يسلم للدنيا ويفضل يتألم، يفضل عايش في الوهم كتير. اخرج منها ما تكونش أسير. في حاجات في الدنيا كتير ياما، فكر هتلاقي ألف علامة بتدل على إن الدنيا جميلة. يلا اتحرك اوعاك تبقى قليل الحيلة، اتحرك من دلوقتي خلاص، فكر في حياتك وبإخلاص. اعمل نفسك اوعى تفكر في كلام الناس. أصعب إحساس اللي أنا أحسه إن أنا عاجز.